السلام عليكم، كنتمنىكم تكونوا بخير وما ناقصكم حتى شي خير، ومرحبا بكم معايا اليوم فيديو جديد، وصفة جديدة ان شاء الله. غادي نشارك معكم واحد الحوتة معمرة في الفران مرافقة بالخضر اللي كتجي رائعة وزوينة بزاف ولذيذة. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. وبسم الله نبداو على بركة الله. عندي هنايا 4 المعالق كبار ديال القزبر والمعدنوس، وعندي واحد الفلفلة صغيرة مقطعة حارة. عوض الهريسة انا كندير الفلفله حاره. وعندي هنايا الخل، غادي ندير واحد المعلقه كبيره، وعندي نص معلقه صغيره ديال الابزار، ومعلقه صغيره ديال الفلفل الاحمر اولا التحميره. وعندي الكركم اولا الخرق ومعرق معلقه صغيره، وعندي معلقه صغيره ديال الكمون. عندي هنايا 3 ديال الفصوص ديال الثوم مقطعاهم رقاقين اولا دوزوهم في الحكاكه. وعندي نص حامضه مصيره مقطعه حتى هي طريفات صغار باللب ديالها. غادي نزيد عليهم 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون اولا زيت البلديه. ومعلقه كبيره من الملح من طبيعه الحال. غادي نخلط هاد الشرموله هادي مزيان. وغادي نجيب الحوته ديالي اللي غادي نشرملها. عندي هنايا حوته مويان، ما كبيره ما صغيره بزاف. غادي نحاول هكايا نفلحها في الوسط باش ندخل معاها ديك الشرموله، ونحاول ندخلها في هذوك الفتيحات ديال الحوته. وغادي نشرملها مزيان مزيان. وغادي نشرملها كذلك من الوسط ومن من الراس من الداخل. وغادي نخليها تقريبا واحد الساعه في هاد الشرموله هذه باش كتجينا حوته بنينه وشاربه لينا العطريه. غادي نشرملها مزيان وندخل معاها الشرموله للداخل. ونخليها على جنب تقريبا واحد الساعه. هنا غادي خديت هنايا واحد المقله غادي ندير فيها شويه ديال الزيت البلديه والروميه. غادي نزيد عليهم شويه ديال الكروفيت والرجيلات ديال الكالامار. غادي نزيد عليهم الشامبينيون حتى هو، ومعلقه كبيره من هذيك العطريه اللي هذيك الشرموله عفوا اللي قاديت. هاد لي شامبينيون قطعتهم هكايا طريفات. هذه حوته معمره بالحوت. المهم غادي نحرك هاد الحوت ديالي مزيان حتى كيتشرب هذيك الشرموله. بالنسبه لهداك الفلفله الحاره، يلا عرفت علاش الشينوا كيطيبوا بها الصراحه، والله الا كتعطي مذاق زوين احسن من الهريسه. درت هنايا واحد المعلقه صغيره ديال صوص صوجا، حتى هي كتعطي واحد المذاق زوين، ضروري ديروها. غادي نزيد عليهم الشعريه الصينيه او الشعريه الروز اللي رقدتها في الماء طايب 2 ديال الدقائق. من بعد صفيتها وقطعتها بالمقص وغسلتها بماء بارد. غادي نخلطها مع ديك المكونات حتى تشرب ليا حتى هي العطريه وتجانس مع دوك المكونات صافي. وغادي نطفي عليها ونخليها على جنب تبرد. غادي نزيد الزيتون خضر مقطع، وغادي نخليها على جنب حتى تبرد. عاد غادي نبدا نعمر في الحوته ديالي. هنايا الطاوه فرشتها هكايا بورق الزبده، وغادي نعمرها مزيان. نحاول ندخل ليها ديك الشرموله للوسط.
الا شفتوها ما محلولاش مزيان هاد الحوته، حلوها بالموس هكا، دخلوا الموس لداخل وحاولوا تحلوها باش تهز لكم الحشوه. هنا راه ما هزتش لي الحشوه كامله، يعني باقي ليا شويه. غادي نوريكم اش غادي ندير ليه من بعد. صافي غادي نجمع داك الورق الزبده، غادي نتكيه هكايا بالكيغدون ولا بالعويدات ديال السنان باش كيتشد وما يتحلش ليا. صافي غادي ندخلها للفران لمده ديال 40 دقيقه. نشعلها من الفوق ومن التحت على نار تكون مهيله، ما تجهدوش عليها بزاف باش طيب على خاطرها. خديت هنايا المقله، درت فيها شويه ديال الزبده مع شويه ديال الزيت. هنا الزيت البلديه اولا الروميه اللي يعجبكم. هذه الكورجيطه اولا القرعه خضراء اللي طلقتها، غادي نصوتيها هكايا في شويه ديال الزيت والزبده. درت عليها هنا شويه ديال الخل وشويه ديال الابزار. كتجي لذيذه هاد الكورجيط هذه، كتجي رائعه بهذه الطريقه. غادي نزيد عليها شويه تاع الملحه وشويه القزبر ومعدنوس. صافي غادي نصوتيها مزيان حتى كيتغير اللون ديالها وكتشرب هذوك القوام اللي درت ليها. وفي نفس المقله غادي ندير طريف ديال الزبده، وغادي ندير الخيزو حتى هو وشويه ديال الزيت. حتى خيزو سبق ليا راه سلقته. نفس الطريقه غادي نزيد عليه القزبر ومعدنوس وشويه الخل وشويه الابزار والملحه من طبيعه الحال. صافي غادي نحرك هذا الخيزو هذا حتى كيتشرب دوك المكونات. وهذه اللوبيا خضراء انا هنا سالقاها ودايرها في المجمد باش كتجيني ساهله. نفس الطريقه حتى هي غندير ليها، غير هذه غتطلق ليا الماء حيتاش خرجتها من المجمد ودرتها ديريكت. غادي نصبر عليها حتى تنشف عاد باش نحيدها. صافي غادي نصوتيها حتى هي تتشرب هذوك المكونات مزيان. كيف ما شفتوا راه كتطلق الماء وندوزو للشكل النهائي. وهذا هو هذه هي الحوته ديالنا من بعد ما خرجتها من الفران. وهذيك الحشوه راني ستفتها لتحت، تحت من الحوته، عاد درت عليها الحوته ديك الحشوه اللي بقات ليا كتجي على هذا الشكل هذا. والبطاطا ما وريتكمش بطاطا، قطعتها هكايا مربعات ودرت لها شويه ديال الزعتر قزبر معدنوس شويه الملحه شويه الزيت. طيبتها في الفران كتجي حتى هي لذيذه. وزينت الطبق ديالي على هذا الشكل هذا. كنتمنى هذا الفيديو يكون الاعجاب ديالكم، وما تنسونيش من الدعم ديالكم وتشجيعاتكم وتخليوا لي تعاليقكم. وشكرا لكم على الدعم وعلى التشجيعات وعلى التعليقات الجميله اللي كتخليوا لي في الفيديوهات. والى اللقاء في وصفه جديده ان شاء الله وفيديو جديد، ومع السلامه.